السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم صنعة كنز. اليوم ان شاء الله غنوريكم الطريقه اللي وعدتكم بها ديال فصاله الفراشه في الثوب اقل من 3 متر. التقطيعه اللي غنوريكم اليوم هي تقطيعه الخيط، وانا هاد الطريقه ديال الفصاله كنطبقها فقط في الثوب ديال الخيط. قلت بان هاد التقطيعه عندي فيها 2.35 سنتيمتر، والعرض ديالها 1.45 سنتيمتر. الثوب ديال الخيط موجود، والاسعار ديالو كتختلف. انا هاد التقطيعه هذه خديتها ب50 درهم، ونوعيه يعني جيده الحمد لله، نوعيه جيده. الثوب رطب وبارد، الثوب رطب وبارد. الثوب ديال الخيط ملي تشيوه ديروه في الماء واحد المده ديال ساعتين هكذاك او 3، سميتو، ونشروه في الظل وما تعصروهش صافي. بالنسبه للطريقه ديال الفصاله، دابا نفترض هذه هي التقطيعه اللي عندي انا، فيها 2.35 سنتيم صافي. الحاشيه عند الحاشيه كيفاش غنعمل نطويها؟ فالطريقه ديال الطي كتختلف على الطرق اللي وريتكم في الحصه اللي فاتت. يعني طريقه الطي كتختلف، ركزوا معايا. غنحل الثوب، غنجيب هاد الطرف عند هاد الطرف هكذا، من بعد نقلب هذا عند هذا، فملي كنجيو نفصلو ما نفصلوش من هاد الجهه هادي، حيت هاد الجهه فيها جوج طروفه مشدودين، ثوب متني، وهاد الجهه فيها الثوب مفتوح، فحنا نفصلو الجهه المقابله. غتعملوا قياساتكم عادي هكذا، وحاولوا تبعدوا من الحاشيه لان كيكون فيها الثوب ماشي مقاد. الحاشيه تبعدوا من الحاشيه ديال الفوق وتبعدوا من الحاشيه ديال التحت. غتعملوا قياساتكم، تخدموا الدرس ديال الفراشه اللي تعلمنا، فهمنا؟ بعد ما تفصلي الفراشه ديالك، القياس اللي عندك كتثبتيه بالفنات بحال هكذا. واحد الاشاره بالنسبه للقياسات، راه ما كنزيدوش الخياطه، يعني هذه المعلومه كنشرحها للاخوات المبتدئات. يعني ما تمشيوش تشبوا القياس ديالكم وتزيدوا عليه خياطه وعاد تزيدوا هنا، غادي تكون فراشه واسعه. فديك الخياطات اللي كنزيدوا مثلا في القفطان وفي الجلابه راه باش كنخيطوا. هنا الفراشه عندنا الثوب موجود، يعني ما غاديش نحتاجوا نزيدوا اضافات الخياطه. من هنا لهنا كتلقاي عندك مثلا في الصدر 25، غتحطي 25 بدون اضافه خياطات. واضح؟ قلت القياسات ديالكم غتثبتوهم، يعني الثوابت ب4 قطعه ب4، تثبتوهم بالفنات بحال هكذا، وتقلبوا الثوب وتخرجوا القياس في الجهه المقابله. واضح؟ القياس يخرج في الجهه المقابله كتراسيوه. وحاجه اخرى، كنجيو من هنايا الطوق د الامام وكنتراسيو شحال بغينا في الطوق، كتراسيوه بطباشر ضروري، حيت ملي غادي تحلوا البياسه، ملي تحلوا الثوب راه ما غاديش يمكن لكم تراسيو يعني الامام يعني للقدام بحال الخلف، غادي يتلف لكم الرشمه ديال القياس، وغتلف لكم الرشمه ديال الوسط. فما حد الثوب باقي متني على 4 كتقدروا تتحكموا فيه كثار، تعدلوا القياس ديالكم، تخرجوه في الجهه المقابله باش تسهل عليكم الخياطه. والطوق حتى هو كتراسيوه باش عليه غادي تخدموا سفيفه او دونتيل او اللي بغيتو. كنجيو للطوق، انا راه هنايا فصلت باش نشرح لكم، ولكن نتوما راه حتى ديروا العمليه ديال القياس دهنا وتخرجوا الطوق، عاد تفتحوا الثوب، عاد وليو وسعوا العنق ديال الامام. ان شاء الله تكون واضحه لكم الفكره. واي اسئله مرحبا، يعني ما فهمتش شي حاجه او شي تفصيله في هذا الشيء اللي شرحته دابا، تراسلني وان شاء الله ما يكون غير الخير.
فبعد ما كنفتحوا الفراشه ديالنا كتكون عندنا الامور كامله مضبوطه، يعني قياساتنا هي خرجات جهه مقابله، الطوق ديالنا ها هو مرسوم، الكول حنايا الامام حليناه، فكيبقى لنا نخيطو. بالنسبه للخياطه ان شاء الله غنشوفوها في الدرس الماجي، ضروري يعني تشوفوها لان شي حاجه اقتصاديه كذلك وسهله بزاف للمبتدئات. ان شاء الله اي اسئله عندكم مرحبا. اتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس اليوم. اذا عجبكم الفيديو عملوا اشتراك، عملوا لايك، ادعموا القناه، وشكرا جزيلا.